كده، اما هم رجاله كده ما يروحوا يحرروا. لما هم لو فيهم ذره من نخوه او من رجوله يثبتونها على اليهود. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فأين أولئك الذين يمدون بعضهم بعضا بالسلاح؟ أين أولئك الذين يخدمونه لقتل المسلمين هناك؟ أين هم؟ أين دينهم؟ أين إسلامهم؟ أين حميتهم؟ أين مروءتهم؟ ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. أما أن تأتي إلى عزل، إلى ضعفاء وفقراء وإلى الصغار ونساء، ثم تشهر سلاحك أمامهم وتجعل نفسك قويا بهذا. إن من مروءة العربي ألا يفعل مثل ذلك. إن لم يكن دين يردعك، فالعروبة التي تتغنى بها في كل يوم ينبغي أن تردعك. تستأسد على هؤلاء الضعفاء. اضربني ما عليه، الحكم عند الله، الحكم عند الله. إلى قواتنا الباسلة، إلى درع الجزيرة، نرفع لكم العقالة، نرفع لكم العقالة تقديرا وتبجيلا واحتراما لما تقومون به من أمن هذه البلاد بعد الله تبارك وتعالى. ونقدر هذه الفزعة المباركة، ونقدر هذا التدخل المبارك. وكذلك ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. الآن يعني ما يجري الآن الحقيقة من مجازر لا يمكن يقبل به أي حالم حتى لو أخطأ، يعني حتى لو أخطأ مثل هذا الخطأ يحتاج إلى علاج بالرفق والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بال حضرتك شيخنا، يعني هذا الرجل يرد عليهم، نعم هم يردون على أنفسهم. وإذا فتحت قناة الجماهيرية الليبية فلا ترى إلا غناء ورقص شعبي، والناس يقتلون في الشوارع. ساعتين ويانا، قبل ساعتين 3 ساعات ويانا، والحين هذا جثة مطروحة هامدة اتمازح ويانا قبل 3 ساعات. الواد في نصار. وفتحت البارات والمراقص وسجن أئمة المساجد وصارت الراقصات والعاهرات يطفن في الشوارع كما يردنا. فمن قال لا إله إلا الله سجن، ومن عظم له شأنه وجاء وركع وسجد بين يديه عظمه كما كان يفعل فرعون. فنادق الدعارة كنت لا خلينا نقول محلنا أحسن لنا، ما في فائدة اللجنة ولا قادر وزير الداخلية ولا وزير الإعلام ولا أحد هالجيرة دي قادر على وقف هذه الدعارة مع الرئيس. هذه أمانة في رقبة بجلالة الملك حيث نحملها أمام الله سبحانه وتعالى على الوضع المزري اللي حصل فينا مع الرئيس. والله العظيم بنات 18 سنة 16 سنة طبوا في مطب الدعارة، وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى سوف تحملها جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد ثم وزير الداخلية ووزير الإعلام وكذلك الحكومة. والله أنا خايف من البحث ننغرق مع الرئيس. والله العظيم يأتي أمر الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ونتخسف كلنا والساكت عن الحق شيطان آخر.